السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ في انتظار الناس لسه تخش معانا على البث. أخباركم إيه يا أستاذ زين؟ معانا أستاذة مها، معانا أستاذة بسمة، ولسه في انتظار بقية الناس يخشوا معانا على البث. أهلا وسهلا بيكم كلكم. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ يا رب الناس تبقى بخير وسعادة. إيه الدنيا؟ احكوا لنا. شفتوا البث بتاع بعد الظهر؟ يعني حاجة يعني آه، مثيرة للاشمئزاز اللي حصلت. وده نكران، واللي اتكلمنا على النكران اللي من المصريين قبل اللاجئين، والنكران اللي حصل من المصريين تجاه حكامه اترد لهم في الإخوان لما الإخوان دبحوا في المصريين وقتلوهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذة خديجة، أهلا وسهلا بيكي، وجمعة مباركة على الناس كلها. والنهاردة اترد لهم كمان من اللاجئين، وشفنا كده على الفيسبوك السودانية بتضرب المصرية بالشبشب في مترو الأنفاق اللي اتعمل بفلوسنا لما كنا بنصبح على مصر ب5 جنيه. طبعا أنا متوقع ده من زمان الزمن، يعني ده لسه في أزيد من كده جاي، يعني لسه في زيادة عن كده جاي. انت النهارده سكت على مراتك وبنتك زي ما قلت النهارده بعد الظهر في البث، بكره هتسكت على امك لما تتضرب هي كمان عند هنا ولا هنا ولا عند بتاع الخضار ولا عند بتاع البقاله بالشبشب. والمصريين لسه في سبات عميق الى ان تغير السماء على كنانتها. السماء هتغير على الكنانه بتاعتها وينزل عليهم الزلزال. يا ريت لايكات يا جماعه، لايكات. احنا عندنا 15 20 واحد على البث يعني صغيرين، فعلى الاقل اللايكات بتاعتهم. ولسه المصريين بيتكلموا على ليبيا وتونس. بيتكلموا على ليبيا وتونس. تونس النهارده انا لسه شايف لها خبر هجيبه لكم دلوقتي، لسه حالا نازل الخبر ده، ان هم رايحين بيعملوا مظاهرات قدام معمل كيميائي علشان التلوث. انما لا، انا قصدي اللايك التانية اللي تحت الشاشة يا استاذة خديجة. يعني مش رايحين يعملوا مظاهرات على اللاجئين. والنهارده بعد الظهر برضو اتكلمت مع استاذة روزي اللي هي من ليبيا، وقلت لها احنا كان ميعادنا حراك شعبي، مش 200 300 واحد ينزلوا قدام المفوضية، ولا كان احنا اوريدي المفوضيه قافله عندنا في مصر، فاحنا مش نازلين نقلدكم نقفل المفوضيه، هي اوريدي قفلت، ولا عايزينها نفتحها عشان نقلدكم ونقفلها. ف 200 300 واحد امبارح في ليبيا، دول مظاهره بتاعت مصنع عندنا بيطلعوها علشان يطلبوا زياده مرتبات ولا وجبه. ال 200 300 واحد دول، انا لما غيرت الحد الادنى المرتبات في المطاعم والكافيهات احنا كنا 50,000 مش 200 300. بنغير بس حد ادنى المرتبات. استاذة طيبة، نعيش عصر الاضمحلال والوكالة من غير بواب، وبقت مكب لمخلفات الحروب، ولسه هتبقى مكب اكتر من كده يا استاذة طيبة. يعني لسه انتوا ما شفتوش حاجة طول ما انتوا ساكتين. مش لسه في زيادة في زيادة في زيادة.
ما أنا قُلت أهو، المرّة دي مراتك وبنتك في المترو، بُكرة أمك. وأنا ما طلبتش كتير، ما قُلتلكش انزل الشارع والّا الميدان، أنا باقول لك فيديو 10، 15 ثانية على الفيسبوك، اللي كل الدنيا عندها فيسبوك، أنا لوحدي مش هاعمل حاجة، فما كنتش تتحرّك معايا. هاحكي لكم موقف حصل معايا في مترو الأنفاق. نزلت أنا والمدام وباركن العربية دايمًا ناحية مدينة نصر وباتحرّك لوسط البلد بمترو الأنفاق. فوإحنا راجعين من وسط البلد لقيت طابور الرجالة طويل أوي في محطة العتبة، فالمدام دخلت قالت لي: "لأ، ده ما فيش ستات في الطابور، فأنا هاجيب التذاكر." وأنا فضلت مستنيها بس تحت عيني يعني. وهي خارجة بالتذاكر، هم غالبًا نشّالين بقى في المترو حاجة كده، فالمهم عملت لها كده في دماغها البت. أنا ما سكتش وكانت بت، واحدة ست يعني، قُمت رايح وترَخ بالقلم. جاية واحدة تانية تساندها، قُمت ترَخ القلم التاني. ومصريات، مصريات مش سودانيات، مش لاجئة، لأ دي مصرية. شكلهم غلط، نشّالين بقى بيعملوا حاجة الله أعلم، لإن لقيت 4، 5 رجالة اتجمّعوا عليّا بعد كده، بيحوشوني يعني، يقولوا لي: "قال دول ستات في بعض." ستات إيه اللي في بعضيهم يا ابن مش عارف مين. دي كَف ودي كَف على طول في ساعتها وأنا واقف. ده بقى الراجل. إنما تقعد تصوّر لي السودانية وهي بتضرب المصرية، ومترو الأنفاق كلّه مصريين، ده أنتم كنتم عجنتوهم، عدمتوهم العافية. بس للأسف الدم الحامي يا إمّا بيتولد حامي، يا إمّا بيبقى مَيّة باردة. ف تيجي بقى صحفية كويتية برضه، اللي بيتضربوا كل يوم، اللي لسه مضروب لهم المطار، اللي مش عارفين لا دافعوا عن نفسهم أيام صدام ولا عارفين يدافعوا على نفسهم النهارده، صحفية كويتية. مش فاكر اسمها إيه، لإن أنا أساسًا يعني هي شكلها كده قاعدة في صالون بيتهم وحاطة ستارة خضرا وراها وعمّالة تلوك، 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 ما بتتكلمش غير عن مصر، كلامها كله عن مصر. أنتِ ما تتكلمي على بلدِك، هو أنتِ تقدري تفتحي بُقِّك على بلدِك؟ أنتِ في بلدِك تقدري تفتحي بُقِّك؟ الله يخليكِ يا أستاذة ماري، الله يخليكِ. هو أنتِ تقدري تفتحي بُقِّك في بلدِك؟ أنتم كل يوم بتتضربوا. أنتِ بتتكلمي عني ليه؟ ما تتكلمي على مجلس الشيوخ بتاعكم والّا النواب بتاعكم، اتكلمي على النواب بتوعكم، اتكلمي على الجيش بتاعكم، شرشحي له، يا جيش أنت فين اللي أنا بادفع لك فلوس، يا جيش الكويت العظيم، يا عم الصباح يا بتاع والّا أنت أمير كده على ما تُفرج، وزيّهم كل الخليج مش الكويتة بس، بس أنا قاصد الولاية الكويتية دي علشان طوّلت أوي وعاملة صياح على مصر يعني، قال هي مصرية وبتحب مصر، أنتِ مالِك أنتِ بمصر؟ ما تخلّيكِ في بلدِك، أنتِ مالِك مين صاحب مصر ومين اللي جاي من مصر ورجالة مصر، أنتِ مال أهلِك. فيا ريت الست دي نعمل لها كلّنا بلوكات، ما فيش حد يتابع الست دي، فيسبوك بلوك، على يوتيوب بلوك، لإن أستاذة مها بتقول: "ليش السوداني مستقوي على المصري صاحب الأرض؟" أيوه هي دي يا أستاذة خديجة عايشة الرشيدي دي. ف ما هم كل المغنيين بتوعهم اتشهروا منين؟ من شارع الهرم اللي بيعايرونا بيه، كلّهم غنّوا في شارع الهرم، فمن غير كده ما كانوش هيتشهروا، بيقولوا لك إحنا شارع الهرم وفيه عبده.
ما هو ده مقاسك، عشان انت لما اتشهرت وبقيت بني ادم كنت في شارع الهرم. فهي عائشه الرشيدي دي ما اعرفش بقى اسمها ايه بالظبط، ممكن هي مش هي. فلا، بلوكات يا جماعه، بلوكات بلوكات يعني. فلما نيجي نتكلم بقى على حاجه تانية، شيء يخصني، الا وهو مجلس النوايب. مجلس النوايب المصري. مجلس النوايب المصري المرتشي، اللي دفع فلوس عشان يشتري الكرسي ويبقى عضو برلمان ياخد على قفاه بالشلوت. فهو مجلس البرلمان، مجلس النوايب المصري، نايبه، كل واحد فيهم نايبه قد كده، بيناقش نظام الطيبات. احنا خلصنا كل حاجه في حياتنا وكل شيء مية مية. كل شيء مية مية. الطيبات بقى، يعني احنا كل شيء مية مية. فجايين بقى ايه؟ نتكلم على الطيبات. عندنا الناس معاها فلوس، الناس شغالة، الناس مبسوطة، مفيش كوارث حاصلة في شوارعنا، مفيش ستات اتضربت في الشارع من السودانيين، مفيش سودانيين مشيوا بالسلاح الأبيض في الشارع، مفيش سودانيين هنا اتمسكوا هنا واتمسكوا هنا واتمسكوا هنا، لأن المصري جبان. المصري اللي حصل معاه ده جبان، زيه زي اللاجئ، ديوث، زيك زي اللاجئ، ديوث. لا بتغير على مالك، ولا بتغير على عرضك، ولا غيرت على شرفك. وانا ما طلبتش منك تنزل الميدان. انا ما طلبتش من حد ينزل الميدان. انا بقول لكم فيديو 10 15 ثانية تطالبوا بالترحيل القسري للاجئين ومحاكمة الحكومة وعزلها، بس على الفيسبوك. وبسبب ده اتعمل لي مليون بلوك لغاية ما فقدت الاكونت بتاع الفيسبوك كله، بسبب اللي انا بقوله ده. ومين اللي عمل لي كده؟ اللاجئين. وانتوا لسه بتتفرجوا على حواديت رمضان كده وانتوا قاعدين قدام اليوتيوب وقدام الفيسبوك، حواديت رمضان. فيجي مجلس النوايب بيناقش الطيبات. وانت مالك الناس تاكل ايه؟ وانت هترغم الناس تاكل لحمه وفراخ ومش عارف ايه ولا ده، وما اللي ياكل ياكل. هي الناس معاها فلوس اساسا تاكل؟ يعني هي الناس اساسا معاهم فلوس ياكلوا؟ بقول لك بقى لنا 3 شهور رغيف العيش ابو 2 جنيه قد كده، بياخد قطمتين ثلاثه بالكتير. السياحي قد كده. انا علشان افطر عايز لي 4 ترغيف، عشان اتعشى عايز لي 3 4 ترغيف. فانت مالك الناس تاكل ايه؟ او فين بقيت يعني استاذه جهاد؟ لما واحد مصري يتخانق مع زول يتلموا عليه زي الكلاب بتضلة، كل واحد من ناحيه، ويخلص عليهم. يخلص عليهم الضربه بموتة. دول ما لهمش اهل يسالوا فيهم، ولا عليهم، ولا معاه ورقه تثبت ان هو موجود من اساسه. هو احنا شطار على بعض يا استاذه خديجه في الشارع؟ ما هو انا بقول لكم من 2010 وطالع انا بشوف بقى في الشارع بتتخانق زي الستات بالبق، ومفيش كف بيتضرب. ومفيش كف بيتضرب. انا عشان الجوز السودانيين كانوا قاعدين قدام عربيتي وانا نازل وعيالي هيركبوا معايا، كلمه في التانيه ضربتهم. وقاعدين قدام عربيتي يوم الجمعه بعد الصلاه كده، قلبي الدنيا حر وقاعدين في الهوا. لا يا روح امك، انت استراليا اللي جاي منها دي ومعاه بقى باسبور استرالي، يعني راجل دبلوماسي بقى. شتمته هو وسفارته وبلده الاثنين، اذا كانت السودان اذا كانت استراليا. انت اساسا في استراليا بتاعتك ما ينفعش تقعد القعده دي، يحبسوك. استاذه طيبه، يا ريت تقول لي اسمك ايه او اسمك ايه علشان اعرف اكلمك. آه
فمجلس النواب سايب دول وسايب الشرطه اللي بتقبض عليهم اول ما بتتفرج على الفيسبوك. الشرطه النهارده بقت شرطه فيسبوك. شوف الفيديو تنزل تتحرك، من غير فيديو ما بنتحركش. فهو سايب ده كله وبيتكلم على الطيبات والبيض والجبنه والفراخ. ليه؟ عشان الناس بطلت تاكل بيض وفراخ. فمصالحكم يا نوايب وقفت. مصالحكم يا نوايب وقفت، لان الناس بطلت تاكل بيض وفراخ وغيره 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 وغيره. بس في نفس الوقت الناس معهاش فلوس تاكل لحمه. كام هياكل لحمه؟ واللحمه بقى هتبقى بكام بعد كده؟ ما هي اللي سابوا الفراخ والبيض هيتجهوا على اللحمه، صح؟ فزادت. مين بقى اللي بيشتري النهارده الفراخ والبيض؟ اللاجئين، عشان سعرها نزل. ماشيين بكرتوتين وثلاثه بيض من 150 جنيه بقت ب 80 جنيه الكرتونه. فمجلس النوايب سايب الكوارث اللي في الشوارع وراح يدور على مصلحته. مبيعات البيض قلت، مبيعات الفراخ قلت، مبيعات الدواجن عموما قلت. ما هم مزارع بقى، عندهم مزارع وعندهم بيزنس بتاعهم اتضرب بموضوع الطيبات. احنا ما عندناش حد مات من الطيبات لغايه دلوقتي. يعني بقى لنا شهرين اهو انا ضد الموضوع ده. يعني انا ضد موضوع الطيبات. هناكل واشرب كل حاجه بحساب، انما ما كليش اربع خمس بيضات في الطاقه. ما كليش نص فرخايه كل يوم. ما ينفعش. ما كلش نص كيلو لحمه كل يوم. ما ينفعش. مكرونات، رزات، كربوهيدرات جسمي محتاجها للطاقه، فما ينفعش اقطعها. فانا ضد نظام الطيبات. بس اللي انا بتكلم فيه، انت راح تتحرك ليه على نظام الطيبات وسايب الكوارث اللي في الشارع يا سيادة النايبة؟ يا استاذة خديجة بتقول من امتى مجلس النواب بيهتم بمصلحة الشعب؟ هو من امتى الحكومة عموما، من امتى اي موظف يا استاذة خديجة في مصر بيهتم الا بمصالحه الشخصية؟ اي موظف حكومة في مصر، وللأسف النهاردة بقت في القطاع الخاص كمان. فربنا يتولانا، وربنا يتولى شعب لبنان من الكوارث اللي هو فيها حاليا. وبرجع اقول دايما ان لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم.